عمرك قررت إنك هتبدأ توفر بجد؟ كتبت خطة وقسمت مصاريفك وكنت متحمس جدا. أول شهر الأمور ماشية كويس، الشهر اللي بعده بدأت تتلخبط، وبعد شوية رجعت لنقطة الصفر. الموضوع ده حصل مع ناس كتير جدا، والسبب غالبا مش قلة الإرادة، السبب إننا بنبني الخطة بطريقة غلط من البداية. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في خمسة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن عادة خطيرة جدا اسمها تضخم نمط الحياة، وقلنا إن كل ما الدخل بيزيد المصاريف غالبا بتزيد معاه. لكن حتى الناس اللي بتوفر غالبا بتقع في مشكلة تانية، إن خطة التوفير بتعيش شوية وبعدين بتختفي. كتير مننا بيبدأ كده: مش الشهر الجاي هحوش 30% من دخل. قرار جميل جدا، لكن المشكلة إن القرار ده غالبا بيتاخد بالحماس مش بالواقع. المصاريف القديمة لسه موجودة والالتزامات زي ما هي، وفجأة بنطلب من نفسنا تغيير كبير جدا في وقت قصير قوي. لما الخطة بتبقى قاسية زيادة بيحصل ضغط نفسي صغير لكن مستمر. كل مرة بتصرف في حاجة بتحس بالذنب، كل مرة تعدي قدام حاجة نفسك فيها تقول لأ، لازم أوفر. ومع الوقت العقل بيبدأ يقاوم، لأن الإنسان بطبيعته ما بيحبش الإحساس الدايم بالحرمان. غالبا مش القرار الكبير هو اللي بيوقع خطة التوفير، لكن موقف صغير جدا: عزومة مفاجأة، مصاريف زيادة، شهر صعب شوي، وفجأة الخطة كلها بتقع. وساعتها بنقول لنفسنا واضح إن التوفير مش مناسب لظروف، لكن الحقيقة إن الخطة نفسها كانت غير مناسبة. خليني أقولك على طريقة ذكية جدا: بدل ما تبدأ بخطة مثالية، ابدأ بخطة قابلة للحياة. لو بتصرف تقريبا كل دخلك، ابدأ بنسبة صغيرة جدا، حتى لو بس 5%. الرقم ممكن انت تشوفه ان هو بسيط، لكن الفكرة الحقيقية مش الرقم. الفكرة الحقيقية انك تبني عادة ثابتة، عادة ان جزء من فلوسك مش للصرف لكن للمستقبل. الناس بتفتكر ان الثروة بتتبني بقرارات كبيرة، لكن الحقيقة أبسط من كده بكتير. الثروة غالبا بتتبني من عادات صغيرة لكن بتستمر سنين. في النهاية عايزاك تسأل نفسك سؤال بسيط جدا: آخر خطة توفير بدأتها فشلت ليه؟ هل لأنها كانت مستحيلة، ولا لأنها كانت مثالية زيادة عن اللزوم؟ في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن سبب خفي هيخلي الفلوس تختفي من حسابك حتى لو بتتابع مصاريفك. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكوا الحلقة الجاية.